السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. النهاردة هنعمل جلاش بالمهلبية بطريقة سهلة جدا وسريعة وكمان اقتصادي. انا طبعا حاطه لكم المكونات على الفيديو علشان لو حابين تاخدوها سكرين شوت. معايا اللبن ومعايا النشا ومعايا لفة جلاش. ودلوقتي هحط اللبن اللي هو نص كيلو لبن هحطه على النار، بس الاول هدوب فيه النشا على البارد وبعدين هحطه على النار وهفضل اقلب. مش هسيبه خالص علشان لو سبته هيكلكع معايا، فهفضل اقلب طول ما انا حاطه على النار. وطبعا لو انتوا حابين تضيفوا سكر على المهلبية ضيفوا عادي مفيش مشكلة، بس انا بكتفي بالشربات اللي انا هحطه على الجلاش في الاخر علشان ما يبقاش مسكر قوي. دلوقتي كده المهلبية تقلت معايا وقوامها بقى كريمي، ما بقتش تقيلة قوي ما بقتش خفيفة قوي، قوامها بقى متوسط. لو حابين تضيفوا قشطة او كريمة لباني او اي حاجة عندكم ممكن تحطوها في المرحلة دي. دلوقتي انا جبت الجلاش وحطيت تحت اول طبقة ودهنت سمنة، وبين كل طبقة والتانية بدهن سمنة. انا مش بحب احط سمنة على زيت، بحط سمنة بس. وطبعا اوعوا تنسوا تحطوا في الصينية نفسها من تحت سمنة كتير علشان ما يلزقش الجلاش وانتوا بتطلعوه. انا دلوقتي لفة الجلاش دي معايا كنت هعمل بس 8 طبقات، فحطيت 4 تحت وبعدين زي ما قلتلكوا ان انا بدهن بين كل طبقة والتانية سمنة. والطبقة اللي انا هحط عليها الحشو انا كان معايا حشو زبيب وجوز هند. طبعا زبيب وجوز هند سوداني او سادة اي حاجة كلهم بيطلعوا حلوين جدا. الطبقة اللي انا هحط عليها الحشوة يعني احط المهلبية وبعدين فوق الجوز هند والزبيب دي ما بدهنهاش. ودلوقتي انا هحط ليكم اخر طبقة، دي الطبقة اللي انا هنزل عليها بقى الحشوة اللي معايا. بجد يا بنات الجلاش بالطريقة دي من اكتر الطرق اللي انا بحبها، بيكون يعني السكر بتاعه مظبوط قوي وحلو جدا وكمان اقتصادي مش مكلف خالص. يعني لو فكرنا هيطلعوا مثلا 20 جنيه ولا حاجة. دلوقتي نزلت المهلبية وحطيت عليها زبيب وجوز هند، وزي ما قلتلكوا لو مش حابين تضيفوا اي حاجة مش اي مشكلة، انا عن نفسي بحبه سادة اصلا. ولما خلصت طبعا كل الحشوة اللي معايا هكمل زي بالطريقة الاولانية اللي انا وريتها لكم عادي، هكمل الطبقات وبين كل طبقة والتانية سمنة. ودلوقتي بقى هقطعها معاكم بالتقطيع اللي انتوا تحبوها. انا هقطعها يعني بالورب، هقطعها زي تطلع معايا بشكل السمبوكسة. وفي نفس الوقت دلوقتي انا كنت حاطه الشربات على النار، هحط لكم المكونات بتاعته على الشاشة. الشربات بتاع الجلاش بالطريقة دي بيكون تقيل ما بيكونش خفيف. دلوقتي انا بقى هحطها في الفرن ولما تطلع هسيب لكم صورتها في اخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد.